بسم الله الرحمن الرحيم. الأبناء جواهر. من أجل أبنائنا. أين الضجيج العذب والشغب؟ أين التدارس شابه اللعب؟ أين الطفولة في توقدها؟ أين الدمى في الأرض والكتب؟ أين التشاكس دون ما غرض؟ أين التشاكي ما له سبب؟ من أجل أبنائنا. اللعب ثم اللعب ثم اللعب. مجلس رجال ممنوع اللعب فيه، مجلس النساء ممنوع اللعب فيه، مقلة رجال ونساء أيضا غير صالحين للعب بحرية، ولا حتى حديقة البيت. انتبه، لا تخرب الزرع، لا تدوس الورد، لا تتعلق بالشجرة، وين يلعب؟ وحتى سريره لا تنقز على السرير يا ولد حتى لا تخربه. ووالله فوضى أبنائنا وضحكتهم وهم يلعبون بحرية لها حلاوة ما نعرف قيمتها إلا إذا راحوا عنا وتركونا الحال. من أجل أبنائنا. ويتخيل نفسه فارس أمام عدو، خذ الحماس وعاش جو الحرب وبدأ يتبارز معاه. طاح عدوه على الأرض، رفع السيف بيخلص على عدوه، نزل فيه بكل قوته على السيراميك، انكسر السيف طبعا. يوسف وين سيفك الجديد؟ يمكن فوق. إيه يمكن فوق، ما أشوفك يعني تلعب فيه. ما أدري وأنا. يا كذاب، أنت كسرت السيف صح ولا لا؟ أنا شايفه هناك تحت الكنب، شوف ترى أكره شيء عند الكذاب. من أجل أبنائنا. أهم أسباب الكذب هو الخوف. من أجل أبنائنا. يا قليل الأدب، ليه؟ يا قليل الحياة، وش فيه؟ ايش فيك ما تفهم؟ ما سويت شيء. سد سمك أبوي. بس خلاص ولا كلمة، فشلتنا. من أجل أبنائنا. ايش بقى؟ ما بقى شيء. تسجيلات القادسية تقدم من أجل أبنائنا للأستاذ هاني بن علي العبد القادر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اغفر لي ولوالدي ولأخواتنا القائمات على اللجنة النسائية بالندوة العالمية للشباب الإسلامي بالجبيل الصناعية، ولكل من ساهم في إعداد هذه المادة وتسجيلها وإخراجها أو نشرها والاستفادة منها. اللهم أخلص نياتنا وأصلح ذرياتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إلى كل أب وأم يتمنى أن يحدث تغييرا حقيقيا على سلوك أولاده، إلى كل يد ارتفعت تدعو خالقها وترجو مولاها بصلاح الذرية، أدعوهم جميعا لمشاركة هذا اللقاء الذي نهدف منه إلى اكتساب أساليب عملية تقوي علاقتنا بأبنائنا وتضاعف تأثيرنا الإيجابي عليهم وتقلل همومنا وعصبيتنا معهم وتزيد استمتاعنا بتربيتهم. 9 عناصر سنمر بها في ثنايا اللقاء بإذن الله تعالى. نبدأها برسالة أم، ثم العنصر الثاني لماذا نفشل في الحوار مع أبنائنا، ثم الثالث ابنك هل يكذب، العنصر الرابع بعنوان اللعب ثم اللعب ثم اللعب. في العنصر الخامس سنجيب على علامة استفهام يخفيها أصحابها تقول في حيرة: لماذا لا أسيطر على أبنائي تماما؟ ثم نتحدث بإذن الله عن فن العقاب في العنصر السادس. وفي العنصر السابع سنجد أخوين متشاجرين يلتفتان إلينا ويقولان: دعونا نتشاجر من فضلكم، ثم يستأنفا شجارهما. العنصر الثامن بعنوان هل يشعر أبناؤك بالعدل؟ نرجو ذلك. سنجد العنصر التاسع والأخير من هذا اللقاء يقول: كيف تضاعف محبة أبنائك لبعضهم البعض؟ العناصر السابقة في مجمل أفكارها تدور حول إشعارنا لأبنائنا بالكلمات الثلاث: التفهم، الاحترام، القبول. تفهمنا لحاجات الطفل، احترامنا لاستقلاليته، قبولنا له بعيوبه وأخطائه مع العمل على تعديلها، وإشعارنا له بهذا التفهم والاحترام والقبول. حديثي موجه للآباء وللأمهات أكثر. حينما أقول الأبناء أقصد البنين والبنات، وحينما أقول الآباء أو وجهت خطابي للأمهات فالحديث يشمل الاثنين على حد سواء. 70 دقيقة سنقضيها معا في هذا اللقاء بإذن الله، يهون عبئها أنها من أجل أبنائنا. أسأل الله العظيم أن يرزقني فيها حسن الأداء ويرزقكم حسن الاستماع وينفعنا بها في الدنيا والآخرة. اسمحوا لي أن أترك مكاني لأم فاضلة وفقها الله في تربية ابن لها، فكان لها الفضل بعد الله تعالى فيما تميز به من خلق رفيع وحب للقراءة والاطلاع إلى جانب تميزه الدراسي. نسأل الله تعالى أن يبارك لها فيه وفي إخوته
وأن يجمعهم في جنته. كتبت هذه الأم بعد إلحاح طريقتها في تربية أبنائها. أختار لكم من رسالتها ما يلي. تقول: أدعو لأبنائي بالهداية والصلاح كما علمنا الله في قوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أركز على إقامة الصلاة وأعظمها في نفوسهم. أفرغ وقتي ما استطعت لأبنائي. أربط أبنائي بالله في جميع الأحوال. أحفظهم كتاب الله وأحفزهم لذلك. أحفظهم بيتا واحدا من الشعر كل يوم مع مراجعة منتظمة. أذكرهم بشكر النعم التي أنعمها الله عليهم. أبعدهم عن النعومة والترف بحرمانهم أحيانا من بعض المحبوبات. أشجعهم على التعاون فيما يستطيعون من أعمال المنزل، وأن هذا مما يؤجرون عليه. لاحظ الربط هنا. أعامل كل ابن من أبنائي بما يناسب. أذكرهم بمصاحبة الأخيار. أشكرهم عند عمل المعروف وأعاتبهم عند التقصير، وأتغاضى عن بعض الزلات. تقول: أشارك ابني في طلب العلم منذ صغره بما يناسب، حتى أصبح في 11 من عمره يقرأ معي في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فأقرأ أنا المثنى بصوت مسموع ثم يقرأ هو الشرح، ونخطط تحت العبارات التي نعتقد أنها مهمة. كما نستمع لشروح الأشرطة العلمية، مثلا شرح بلوغ المرام للشيخ سلمان العودة حفظه الله. أجلس مع ابني وأكتب ويكتب هو كذلك النقاط المهمة ونراجعها غدا. لو تلاحظ معي أخي المستمع وأختي المستمعة أن كثيرا من الآباء يتعاملون مع أبنائهم بمبدأ أنا أعلمك، بخلاف هذه الأم التي تتعامل بمبدأ أنا أتعلم معك. يا حالة العلم إذا كان سيجمع هذا الابن بأحب إنسان عنده، صورة رفيعة لمبدأ المشاركة، وهو الشيء الذي يفتقد كثير من الأبناء، لا مشاركة في طلب علم ولا حتى في اللعب. أيضا هي تغرس في نفس ابنها بصورة عملية عدم حصر العلم بالمناهج الدراسية العقيمة اللي ينساها الطالب أول ما يخلص الاختبار، بل تنطلق مع ابنها إلى المعرفة حيث كانت. هناك شيء نسيته هذه الأم الفاضلة وذكره ابن هاري، وهو من أهم أسرار نجاحها في التربية. يقول: تجلس أمي معي دائما في الصباح إذا خلا المكان، وتنصحني وتذكرني بأني إن لم أكن أرى الله فإنه يراني، وتوصيني بالإخلاص وصدق النية، وتذكرني كيف صار النووي وابن تيمية وابن باز وغيرهم علماء، وتذكرني بمواقفهم العظيمة وهم صغار. وإذا فعلت شيئا غير صحيح كانشغالي بشيء لا نفع فيه أو تأخري قبل وبعد الصلاة ذكرتني بطموحي، وهو أن أكون عالما أو مجاهدا يخدم دينه، وتقول لي: هل العالم يفعل هكذا؟ هل المجاهد يفعل هكذا؟ أتريد أن تخدم الأمة وأنت لا تحافظ على الصلاة؟ لكي أقوم على الفور عندما أتذكر ما خلقت له. انتهى كلامه. أسأل الله العظيم أن يكثر من أمثال هذه الأم وأبنائها، وأن يعيننا على الانتفاع بكلماتهما والاستفادة منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وقال ابن القيم الجوزية في كتابه تحفة المودود بأحكام المولود، ولاحظ ما سيقول، يقول: وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم. أما أبو حامد الغزالي فيقول: الأبناء جواهر. ونقول له: صدقت، الأبناء جواهر، ولكن يا أبا حامد كثيرا من الآباء مع الأسف حدادون في تعاملهم مع هذه الجواهر. أستغرب ممن يقول بكل ثقة: أولادهم أغلى الناس، ثم يخبئ الكلام المهذب والأسلوب الظريف ليقدم للغرباء، ولا يكاد يقدم شيئا منه لأولاده، مع أنهم أولى الناس بالكلمة اللطيفة والتعامل اللبق. ولعل هؤلاء شغلتهم متاعب التربية وروتينها عن حلاوتها ولذتها، وهي متاعب وآلام لا بد منها، ولا ينبغي أن تؤثر على علاقتنا بهم رغم شدة هذه المتاعب وكثرتها. إنها كآلام الولادة. هل رأيتم أما تضرب ابنها المولود حديثا لأنه سبب آلامها أثناء الوضع؟ مستحيل. تحتضن راضية سعيدة قريرة العين رغم كل ما تسبب فيه من معاناة وآلام. وكذلك التربية،
يجب أن نفصل فيها بين متاعبنا بسبب الأطفال وبين تعاملنا معهم، ونبحث عن المتعة في تربيتهم. ولا يمكن أن نصل لهذه المتعة إلا إذا نزلنا لمستواهم. هذا النزول لمستوى الأطفال ميزة الأجداد والجدات. عند تعاملهم مع أحفادهم ينزلون لمستوى الطفل ويتحدثون معه عما يسعده، ويتعاملون معه بمبدأ أن الطفل هو صاحب الحق في الحياة، وأن طلباته مجابة ما دامت معقولة. ورغم أن الأطفال يحبون أجدادهم وجداتهم لا شك، إلا أنهم ينتظرون هذا التعامل اللطيف ويتوقعون هذه العلاقة الخاصة منا إحنا. وتظل صورة الأب الشاب القوي التقي هي النموذج الذي يحبه الولد ويقتدي به، ويتعلم منه كيف يقود البيت ويرعى زوجته وأبنائه. وتظل صورة الأم الشابة الأنيقة الرقيقة ذات الدين والحياء والعفة والذوق الرفيع هي النموذج الذي تتعلق به الفتاة وتقتدي به، وتتعلم منه كيف تكون زوجة وأم. ولذلك لا تزال الفرصة متاحة للجميع لتغيير العلاقة بالأبناء، تغيير ينعكس إيجابيا عليكم وعليهم، سواء في التفاهم والحوار معهم أو احترام شخصياتهم المستقلة عنا، سواء في التفاهم والحوار معهم أو احترام شخصياتهم المستقلة عنا، أو قبولنا لعيوبهم ونقائصهم المرتبطة بكونهم بشر غير كاملين. إذا تفهم واحترام وقبول، كل هذا ممكن أن نحققه إذا جعلنا علاقتنا بأبنائنا أفقية كعلاقة الصديق بصديقة يغلب عليها الحوار والتفاهم. أما إذا كانت العلاقة رأسية كعلاقة الرئيس بمرؤوسة ويغلب عليها الأوامر والنواهي، ترى يصبح تأثيرها الإيجابي قليلا. ولذلك من علامات نجاحنا في التربية نجاحنا في الحوار مع أبنائنا بطريقة ترضي الأب وترضي ابنه. ولكننا للأسف نرتكب أخطاء تجعلنا نفشل في الحوار مع الأبناء، وهذا هو مادة العنصر الثاني من عناصر المحاضرة: لماذا نفشل في الحوار مع أبنائنا؟ أهم أسباب الفشل في الحوار أسلوبان خاطئان. الخطأ الأول أسلوب ما أبغى أسمع شيء، والخطأ الثاني أسلوب المحقق. الخطأ الأول هو أننا نرسل عبارات تسكيت، وكذلك إشارات تسكيت، معناها في النهاية أنا ما أبغى أسمع شيء منك يا ولدي، مثل العبارات التالية: فكني، أو طيب خلاص، أو بعدين، أو أنا ماني فضيلك، أو راح لأمك، أو التحويل الثاني العكس راح لأبوك، أو غيرها من عبارات التصريف اللي نستخدمها، بالإضافة إلى الحركات اللي تحمل نفس المضمون، مثل التشاغل بأي شيء آخر عن الابن أو عدم النظر إليه. تلاحظ أن الولد يمد يده حتى يدير وجه أمه إلى جهته كأنه يقول يمه اسمعيني الله يخليك، أو يقوم بنفسه ويجي مقابل وجه أمه عشان تسمع منه. هو الآن يذكرنا بحق علينا، لكن ترى بعدين ما راح يعمل هذا الشيء. حيفهم أن أمه ممكن تستمع بكل اهتمام لأي صديقة في التليفون أو زائرة مهما كانت غريبة، بل حتى تستمع للجماد التلفزيون، بس ما تستمع له، كأن كل شيء مهم إلا هو. لذلك بس تنتهي من عملك أيها الأب، أو تنتهين من عملك أيتها الأم، ويجيكم ولدكم يعبر عن نفسه ومشاعره وأفكاره، اهتموا كل الاهتمام باللي يقوله. هذا الاستماع والاهتمام فيه إشعار بتفهمه واحترامه وقبوله، وهي من أهم احتياجات الأساسية: تفهم، احترام، قبول. بالنسبة له حديثه في تلك اللحظة أهم من كل ما يشغل بالك أيا كان. إذا كنت مشغول عطى موعد صادق ومحدد، مثلا تقول أنا الحين مشغول، بعد ربع ساعة أقدر أسمع لك زين، واهتم فعلا بموعدك معه. نبي نستبدل إشاراتنا الحركية اللي معناها أنا ما يهمني كلامك ولا أبي أسمع لك بإشارات معناها أنا أحبك وأحب أسمع لك وحاسب مشاعرك، وبالأخص إذا كان زعلان أو محبط ونفسيته متأثرة، من خلال مجموعة من الحركات: الاحتضان أو الاحتضان الجانبي. والاحتضان الجانبي حتى نتخيله حينما يكون أحد الوالدين مع أحد الأبناء بجانب بعضهم وقوفا كما في هيئة المأمومين في الصلاة، أو حتى جلوسا، يمد الأب أو الأم الذراع خلف ظهر الابن أو فوق أكتافه، ويضع يده على الذراع أو الكتف الأخرى للابن ويلمه ويقربه إليه. وبالإضافة للاحتضان والاحتضان الجانبي التقبيل بكل أشكاله، والتربيت على الكتف، ومداعبة الرأس، ولمس الوجه، ومسك اليد، ووضعها بين يدي الأم أو الأب، وهكذا. لما ماتت رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، جلست فاطمة رضي الله عنها إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت تبكي أختها، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الدموع عن عينيها بطرف ثوبه
يواسيها مواساة حركية لطيفة. ودخل علي بن أبي طالب وفاطمة ومعهما الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ الحسن والحسين فوضعهما في حجره فقبلهما، واعتنق عليا بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى، فقبل فاطمة وقبل عليا رضي الله عنهما. شوف، حتى الكبير يحتاج إلى لغة الحركات الدافئة، فما بالكم بالطفل الصغير؟ والشواهد على احتضانه وتقبيله للصغار كثيرة جدا. الخطأ الثاني الذي يتسبب في فشل الحوار مع أبنائنا أسلوب المحقق أو ضابط الشرطة. جاء خالد لأبوه وقال له: يوبا اليوم طقني ولد في المدرسة. قام أبو خالد طالع في ولده وقال: أنت متأكد أنك مش أنت اللي بديت عليه؟ قال خالد: لا والله أنا ما سويت له شيء. قال أبو خالد: يعني معقولة منه والطريق يضربك؟ قال: والله العظيم ما سويت له شيء. بدأ خالد يدافع عن نفسه، ندم أنه يتكلم مع أبوه. لاحظوا كيف أغلق أبو خالد باب الحوار لما تحول في نظر ابنه من صديق يلجأ إليه ويشكي له همه إلى محقق أو قاضي يملك الثواب والعقاب. بل قد يعتبر أبوه محقق ظالم لأنه يبحث عن اتهام للضحية ويصر على اكتشاف البراءة للمعتدين. الأب في مثل قصة أبو خالد كأنه ينظر للموضوع على أن ولده يطلب منه شيء، زي أنه يروح للمدرسة ويشتكي مثلا، ثم يستدرك الأب في نفسه ويقول: طيب يمكن ولدي هو الغلطان، عشان يتأكد يستخدم هالأسلوب. الحقيقة الابن ما يبغى شيء من هذا أبدا، ما يبغى إلا أنك تسمع له باهتمام وتتفهم مشاعره فقط لا غير. الولد يطلب صديق يفهم، ما يطلب شرطي يحميه. ولذلك يبحث الأبناء في سن المراهقة عن الصداقات خارج البيت، ويصبح الأب معزول عن ابنه في أخطر مراحل حياته، وذيك الساعة ما يقدر الأب يعوض فرصة الصداقة اللي ضيعها بيده في طفولة ابنه. فلا تضيعونها أنتم إخواني. أسلوب المحقق يجبر الطفل أن يكون متهم، يأخذ موقف الدفاع عن النفس. هذه الطريقة قد تؤدي إلى أضرار ما تتوقعونها. خذ على سبيل المثال قصة يوسف والسيف المكسور. يوسف عمره 7 سنوات، شرى له أبوه سيف لعبة، إذا حط فيه بطارية ينور، شكله جميل وحلو. فرح يوسف بالسيف وصار يلعب فيه مبسوط ويتخيل نفسه فارس. خذ الحماس وعاش جو الحرب، وكأن الآن أمام عدو وبدأ يتبارز معاه. طاح عدوه على الأرض، رفع السيف بيخلص على عدوه، نزل فيه بكل قوته على السيراميك، انكسر السيف طبعا. الآن هو خايف من أبوه. شو تسوي يا ولد؟ شو تسوي يا ولد؟ جمع بقايا الجريمة وخباها تحت كنب المجلس. جاء ضيف لأبو يوسف وهم في المجلس، طاح جوال أبو يوسف على الأرض، نزل بياخذه، انتبه للسيف المكسور، حطه في باله. لما طلع الضيف نادى ولده. لاحظوا الآن سيأخذ الأب دور المحقق. قال: يوسف وين سيفك الجديد؟ قال: يمكن فوق. قال: إيه يمكن فوق، ما أشوفك يعني تلعب فيه. قال الولد: ما أدري وينه. قال الأب: ما أدري وينه؟ دور عليه، أبي أشوفه الحين. توهق يوسف، راح شوي، رجع، قال: يمكن أختي الصغيرة سرقته. قال الأب: يا كذاب، أنت كسرت السيف صح ولا لا؟ أنا شايفه هناك تحت الكنب، شوف ترى أكره شيء عند الكذاب. وامسك يد الولد واضربه، ويوسف يصيح يبكي. تيجي أمه وتاخذه وينام ديك الليلة ودمعته على خده. صارت هالدمعة هي هدية أبوه مش السيف. في هالقصة الأب يظن أنه معذور في ضرب ابنه لأنه ما يبي ولده يطلع كذاب، وهذا العذر غير مقبول نهائيا. نقول له: من خلى يوسف يكذب غير أسلوبك؟ كان يكفيه يقول: أشوف سيفك انكسر يا يوسف. يقول: إيه كنت ألعب فيه وكسرته. يقول الأب: خسارة لأن قيمته غالية وخلاص تنتهي السالفة. وقتها يفهم يوسف أنه يقدر يتفاهم مع أبوه، على الأقل يقدر يقول له مشاكله وهو مطمئن، وحيشعر بالخجل من نفسه ويحافظ على هدايا والده أكثر من أول، لأن الأب أشعر يوسف بأنه مقبول رغم خطأ بكسر السيف. أسلوب المحقق اللي استخدمه أبو يوسف أدى إلى الكذب، والكذب هو موضوع العنصر الثالث من عناصر هذه المحاضرة تحت عنوان: هل يكذب أحد أبنائك؟ ونتناول فيه أسباب الكذب وعلاجه. أسباب الكذب: 1. عدم الأمان. 2. لا تقل يا ابني الحقيقة. 3. الكذب الخيالي.
4 يا كذاب. 5 أمي وأبي يكذبان أيضا. أهم أسباب الكذب هو الخوف وعدم الشعور بالأمان. عندما نستخدم أسلوب المحقق كما رأينا أو نستخدم العقاب الشديد أو النهر واللوم الشديد أو الصراخ بصوت عالي لما يتصرف خطأ، فيكذب في هذه الأحوال للدفاع عن نفسه والتخلص مما يخاف من العقوبة، مثل ما كذب يوسف على أبوه. علاج هذا النوع من الكذب يكون باستخدام الحوار والتفاهم، إشعاره بالأمان، هذا أهم شيء. ولا يمكن للوالدين أن يشعر أبناءهما بالأمان إذا لم يكن الوالدان أصلا يشعران بهذا الشعور. كيف يشعرون أبنائهم بالأمان؟ ما يستطيعون. ولذا ينبغي أن يتأمل الوالدان أسباب عدم طمأنينتهم سواء في علاقتهم بالله أو علاقتهم الزوجية، فيبدأ أولا بتحقيق الأمان والسكينة والطمأنينة لقلوبهم والإكثار من الدواء الرباني. يقول علام الغيوب: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أسباب الكذب أيضا أن لا نسمح له بقول الحقيقة. خذ على سبيل المثال موقف نحتار أحيانا كيف نتصرف فيه، عندما يقول الطفل لأمه أنه يعني يكره أخوه الجديد، الغيرة والغيرة، فقال أنه يكره أخوه الجديد. قد تضرب أمه لقول الحقيقة وتقول له عيب لا تقول هالكلام. أما إذا لف ودار وساير أمه وأعلن كذبة واضحة بأن حاليا لا خلاص يحب أخوه، قد تكافئ أمه بحضن أو قبل، فيستنتج الطفل أن الحقيقة تؤذي أمه، وأن عدم الأمانة وعدم الصدق يفيد، والأم تكافئ. إذن فهي تحب الكذبات الصغيرة، خلي يكذب ما يخالف. العلاج هو قبوله بعيوبه والعمل على تعديله، فنعترف بمشاعر السلبية ونظهر تفهمنا لها ونشعره باحترامنا لاستقلاليته واستقلالية مشاعره عنا، وهذا كفيل إن شاء الله بزوالها، مع عدم لومه أو معاتبته عليها، وعلاج المشكلة من أساسها. ففي المثال اللي ذكرناه كانت المشكلة أنه يشعر بالكره لأخوه بسبب الغيرة. هذا الأخ سرق اهتمام والديه وأكل الجو عليه، فيكون العلاج بعد قبوله بمشاعر السلبية أن نعمل على تغييرها بإعطائه مزيد من الاهتمام الصادق ومزيد من المشاركة في اللعب والحديث، وتحسين العلاقة بينه وبين أخوه بطريقة غير مباشرة، مثل أخوك يحتاجك، أنت بتساعده، هو يحتاج واحد يلعب معاه، أنت اللي بتفهمه، أنت اللي بتعلمه، أنت اللي بتساعدنا على تربيته، كذا كذا. وهناك السبب الثالث من أسباب الكذب، وهو الكذب الخيالي عند الصغار. لفترة معينة من حياة الصغير يعطي الطفل لنفسه ما يحتاجه من الأمان أو يتمناه من الحنان من خلال الكذب الخيالي. أكاذيبه هنا تتحدث عن مخاوفه وأماله. عندما يقول الطفل أن أحد أقاربه أهدى إليه سيارة حقيقية مثل سيارة أبوه، يمكن أن ندرك رغبته وأماله في ذلك. نقول له: أنت ودك يصير عندك سيارة كبيرة حلوة مثل سيارة أبوك، صح؟ أنت ودك يصير عندك سيارات كثيرة وسريعة عدل، حتى يشعر بتفهمنا لحاجاتنا. خيال يعني ما فيها شيء، وبدون أن نتهم بالكذب. هذا الاتهام بالكذب يؤدي بنا إلى السبب الرابع من أسباب الكذب، وهو أن يسمع والديه وهم يقولون له يا كذاب، سواء بالتصريح أو التلميح بأن بهذا الوصف. اللي يصير لما نرسل له هذه الرسالة يا كذاب هو أن نخزن في عقله الباطن صورة الكذاب عن نفسه، فتحرك هذه الصورة نحو الكذب تلقائيا، يصدق هذه الصورة، يقتنع فيها، خلاف ما لو كانت الصورة اللي نطبعها في ذهن الابن عن نفسه صورة مشرقة كصورة المجاهد أو العالم اللي كانت الأم صاحبة الرسالة تذكر ابنها بها، وكانت هذه الصورة هي فعلا الصورة التي بدأت تكسو شخصية هذا الابن وتحرك نحو الوصول إلى هذا الطموح الرائع. ولذلك الوالدين أيضا يجب أن يخزنوا في عقل ابنهم أنه صادق ويرسل هذه الرسالة إليه باستمرار. ذكرنا إلى الآن أسباب الكذب عند الأطفال، وهي 1 عدم الأمان، 2 لا تقل يا ابن الحقيقة، 3 الكذب الخيالي، 4 يا كذاب. يتبقى السبب الخامس والأخير، وهو بعنوان أبي وأمي يكذبان أيضا، وهذه الحقيقة مصيبة. قد يجد الابن أبوه يكذب على أمه وأمه تكذب على أبوه، والاثنين يكذبون عليه أو على أخوانه وأنت ماشي، فيرث الابن الكذب ويكتسب منها البيت، بيت الكذابين. وفضلا عن أن يكون كذاب فهو يفقد الثقة بأحاديث والديه معه وهو معذور. يقول الشاعر: كذبت ومن يكذب فإن جزاءه إذا ما أتى بالصدق ألا يصدقا. ولا يفقد الثقة فقط في أحاديثكم، يا ليت يفقد الثقة فقط في أحاديثكم، يفقد الثقة حتى في عواطفكم، يفقد احترامه وتقدير لكم. إيش بقى؟ ما بقى شيء.
الدين يا أخوان لا يفرق بين الكذب، كذبة بيضة وكذبة سوداء وكذبة وردية، كل كذب. كذلك الطفل. لذلك يمكن للوالدين أن يسقطوا تاج الصدق عن رؤوسهم أمام أبنائهم بمداومة الكذب ولو في الأشياء الصغيرة. وعلى من يكذب من الآباء أن يتذكر قول الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وعليهم أن يخشوا على أنفسهم إثم الكذب وإثم تعليم الكذب للصغار. أما إذا صحح الوالدين أو المبتلى منهم بالكذب هذا العيب الشنيع في نفسه وصدق هو أولا مع الله ثم استمر الكذب عند الابن، عندها يوجهه توجيه مباشر وهادف. يخوفون من صفة الكذب، وأن الله تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأنها من صفات المنافقين والفجار، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن الكذب لا يكون في مؤمن، وأن خوفنا من الله جعلنا نتوب من الكذب، وأنت أيضا ستتوب من الكذب من هذه اللحظة. ثم يطلب من الطفل أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله 10 مرات، وأنه كلما زاد فهذا أفضل. غالبا سيخبركم أنه استغفر أكثر، فأظهروا الفرح والإعجاب بذلك. وإن كان صغير لا يعرف أن يصلي فيكفي الاستغفار إن شاء الله. أيضا لا تنسى أن تشجع في المواقف التي يصدق بها، واجعل صدقه يشفع له في العفو وفي أشياء أخرى. أثارت قصة السيف المكسور وأسلوب المحقق اللي استخدم الأب مشكلة الكذب عند الأطفال، ثم تناولنا الحلول العملية لهذه المشكلة. هناك جانب آخر تثير قصة السيف المكسور، وهو جانب اللعب، وهذا هو موضوع العنصر الرابع من عناصر المحاضرة: اللعب ثم اللعب ثم اللعب. ما أظن أبو يوسف لما أثار كل هالزوبعة عشان سيف انكسر أنه يدرك الهدف أصلا من شراء اللعب، وهو أن ابنه يتسلى فيها ويتعلم منها، وهذا اللي حصل. تسلى فيها وانبسط وتعلم أن إذا ضرب قطعة بلاستيكية في الأرض الصلبة بقوة أنها تنكسر، وأشبع فضولا منها. إذن ليش زعلان يا أبو يوسف؟ الهدف تحقق. طيب قد يكون زعل لشعوره أنه مطالب يشتري غيره. أبدا، غير صحيح، مش لازم تشتري مرة ثانية. أو كأنها استهانة بالجهد اللي بذله في شراء اللعبة، أيضا هذا غير صحيح. الابن ما يقصد إطلاقا أن يستهين بجهد والده، بل يظل يقدر هذا الأمر. طيب يمكن تكون هالضيقة وهالزعل بسبب قيمة اللعبة وتكلفتها. نقول أنت شاريها الهدف، والهدف تحقق وما في داعي للزعل. وإذا لاحظت أن ابنك مل من اللعبة لا تجبر على الحفاظ عليها، لأن هذه مسؤولية وهم جديد عليه، وتتحول من لعبة تسليه ويستمتع فيها ويعني يعمل معها صداقة إلى هم على راسه. لذلك بمجرد ما تشوفه مل منها نمي عنده جانب الصدقة. نقول له: رايك نتصدق فيها على عيال ثانيين مساكين ما عندهم ألعاب إلى آخره كذا كذا، ونأخذ بألعابه يسلمها بيدها إلى إحدى الأسر المحتاجة أو إلى الجمعية الخيرية أو دار الخير أو غيرها، ونفرح المساكين اللي كل الناس يتصدقون بكل شيء اللي يمكن الألعاب ما يتصدقون فيها. خلنا نتصدق بألعاب الولد القديمة وحتى الجديدة أيضا، ليش لا؟ نذكر بقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ونزرع فيه بذرة هذا الخلق الرائع وهذه العبادة العظيمة. بعدين ليش نظن أن اللعبة الجيدة هي الغالية؟ هذا غير صحيح. فضول الولد يتوجه لكل شيء، لذلك أشياء بسيطة جدا قد تسليه وتثير خياله وتحرك جسمه أيضا، بل حتى مخلفات البيت ممكن يحولها إلى ألعاب ممتعة. خذ يا ولدي هذا قالب بيض فاضي، حط فيه بقايا الرز واربطه بخيوط وعلقه بالشرة وخلنا نتفرج على العصافير وهي تاكل منه. الأنشطة بالنسبة للطفل إما ممتعة وبالتالي تستحق القيام بها، أو غير ممتعة لا تستحق القيام بها. هذا تصنيف يمشي على كل شيء، سواء على المذاكرة أو الأعمال المنزلية. لذلك لو ربطنا بين الأعمال المنزلية اليومية واللعب والتسلية واستطعنا تقديمها بقالب من المتعة والوناسة، حيتعلم المسؤولية ويساعد ويتعاون ويشارك. مثلا تحديد زمن محدد لكل ابن حتى يرتب غرفته. يلا يا عيال قدامكم 5 دقائق كل واحد يرتب فيها غرفته، في جو من الإثارة والقبول. يمكن الاكتفاء بالفكرة إلى هذا الحد، ويمكن وضع حافز بسيط مادي أو معنوي لكل المشاركين، وحافز إضافي لصاحب أجمل غرفة، فيقبل الابن على هذه العملية بطريقة ممتعة له. يجب أن نكسو كل ما نريده من الأبناء برداء اللعب والمتعة كقاعدة عامة، وهذا ما يريده الأطفال. يريدون اللعب في المدرسة، ويريدون اللعب عند الطعام، ويريدون اللعب عند النوم. مستواه الدراسي يرتفع إذا قدمت له المادة العلمية على شكل ألعاب مسلية. فهم هذه النقطة من أسباب تألق العديد من المدرسين. كل ما علينا كآباء أن ننتهز اهتمام الطفل بشيء، وهو دائما مهتم بشيء، ونعطيه الحرية لإشباع فضوله ونطلق خياله ونشارك أيضا. كل هذا يعكس تفهمك لحاجته إلى التخيل واللعب والمشاركة.
يقول الدكتور مأمون بيض في كتابه أولادنا من الطفولة إلى الشباب: حاول ألا تكون سلبيا أمام خياله، فإذا قال لك مثلا عن علبة اللبن الفارغة أنها سيارة فلا تسارع إلى تحطيم خياله فتقول هذه ليست سيارة، بالنسبة إليه هذه سيارة كاملة تمشي ولها محرك وعجلات. وعلى العكس حاول أن تشجع خيال ابنك على التصور والإبداع. ويضيف قائلا: ولا تتسرع بإبداء اقتراحاتك. وهذه مشكلتنا أيضا، إذا جينا نلعب مع عيالنا لابد نقترح ونوجه سو كذا واعمل كذا، لا. يقول الدكتور مأمون بيض: اعرض مساعدتك عندما يطلب ذلك، ولتكن مساعدتك عن طريق أسئلة تثير خياله. انتهى كلام. قاعدة الكبار هي أن نضع جهودنا لنصل إلى نتيجة معينة، أما الطفل فلا، يستمتع باللعب ولا تهم المحصلة النهائية والنتيجة، فلا يجب أن نلومه وكأن أخطأ عندما لم يكمل لعبته، مع إقرارنا أنا أقول بأن الخطأ عموما في اللعب والحياة حق من حقوقه، يجب أن نقبل بأخطاءه ونعطيه الفرصة أن يعدلها ويصححها، ولا يمكن أن يتعلم إلا إذا أخطأ. لازم يجرب ولازم يغلط. يعني أنت على سبيل المثال أختي الفاضلة، هل يمكن أن تتعلم الخياطة بقراءة كتاب أو أن أحد يقول لك فقط؟ مستحيل. وإذا كان الكبار يتعلمون بعض الأشياء بالقراءة فقط، فالأطفال يتعلمون كل شيء بالعمل والممارسة. لذلك إذا كنا دائما نعاتب على أخطاء فكأننا نعاتب على التعلم. هكذا يجب أن ننظر إلى اللعب، حصة تعليمية كحصص المدرسة، بل أهم، فهو في اللعب يعلم نفسه بنفسه ولا ينسى ما تعلمه، كما هو الحال في المدرسة. هناك شخص آخر يعلمه وأيضا ينسى ما تعلم في نهاية السنة ويقضي حصصها بملل، بعكس اللعب، بل ربما تكون أجمل وأحلى لحظات حياته كلها هي هذه لحظات اللعب. لذلك يجب علينا عدم مقاطعة لعبة إلا لضرورة. ونتذكر جميعا كم يكدر صفو الزوجين مقاطعة الأطفال للحظاتهم الخاصة، وكذلك الأطفال لا يحبون من يقاطع لحظاتهم الخاصة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. إحدى المرات أطال السجود حتى ظن الصحابة أنه يوحى إليه أو حدث أمر، فسئل عن ذلك فقال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. يعني لا الصلاة ولا الناس جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع لعب الصغير أبدا، ما قطع. ثم لاحظوا كيف سمى اللعب حاجة. هكذا يجب أن ننظر للعب، حاجة من حاجة الطفل. حتى النوم، إذا أردت أن توقفيه عن اللعب لينام فلا تقاطعيه، خذيه مع لعبته إلى الفراش وتركيه قليلا فينام، وإلا تحدثي معه بقصة جميلة أو استمعي لبعض أحاديث فينام. لا نزال معكم في العنصر الرابع من عناصر المحاضرة: اللعب ثم اللعب ثم اللعب. يجب النظر إلى أن هذه الأسرة وهذا البيت كله ما أقيم إلا لهذا الطفل. كذلك أساس منازلنا يجب أن نراعي عند اختيار تفهمنا لطبيعة الأطفال وما نتوقع منهم. لاحظوا كيف صممنا منازلنا: مجلس رجال ممنوع اللعب فيه، مجلس النساء ممنوع اللعب فيه، مقلة رجال ونساء أيضا غير صالحين للعب بحرية، ولا حتى حديقة البيت. انتبه، لا تخرب الزرع، لا تدوس الورد، لا تتعلق بالشجرة. وين يلعب؟ إذا لعب في أحد هذه الأماكن وخرب عاقبنا. لا توجد مساحة يمتلكها الطفل بالكامل يعمل فيها ما يشاء إلا سريره، وحتى سريره لا تنقز على السرير يا ولد حتى لا تخرب. وللأسف اكتفينا بألعاب السوني بلاي ستيشن وأمثالها لأنها ما تأخذ مكان، والأبناء يحبونها جدا ويصيرون هادئين عندها، لكن هذا ما يكفي، لا بد من النظر في آثاره. ينقل الشيخ عبد الحميد البلالي في كتابه فنون في تربية الأبناء حديث عن دكتور أمريكي في علم النفس وهو غير مسلم، يقول: ألعاب التلفزيون تسهم إلى حد كبير في غرس آثار نفسية عميقة سيئة، وتعوق الخبرة الواقعية، وتزيد من أوهام الطفل، بالإضافة إلى غرس مفاهيم مغلوطة، مما ينتج عنها أطفال ذو شخصيات مهزوزة، اتكالية، عنيفة، غير مقنعة، غير متذوقة للجمال، غير منسجمة مع الواقع. انتهى كلامه. كل هذا يا أخواني ترى من السون بلاي ستيشن. أتذكر أحد الجيران تفهم حاجة أطفال اللعب والاستقلالية، فاستغل سطح البيت وعمل فيه غرفة كبيرة وخلاها للعب، كل ألعاب الأولاد وحركتهم فيها، ويشاركهم اللعب كل ما وجد فراغ من وقت. هذا يسعدهم طبعا لأنهم يحبون أن يكون لهم مكان في حياتهم. واحد من الأخوان بيته مليان تحف وشتلات زراعية ولمسات ديكور في كل مكان، ما تستحمل لعب 5 أطفال كانوا يسكنون في هذا البيت، ورغم ذلك
ما تعاني صاحبة البيت من أي متاعب. صاحب البيت كان يبني أيام أزمة الخليج، لذلك جهز قبو واسع احتياط، وصار هالقبو من حظ العيال، مساحة واسعة للعب ويستفاد منها في المناسبات الكبيرة عند الحاجة. أنا أقول حتى اللي ما عنده قبو لو تأمل بيته سيجد مساحات ميتة يمكن إحيائها بضحكة أطفال وفرحتهم باللعب فيها بدون قيود، وهذا أهم شيء، بدون قيود. أذكر لما انتقلنا في الدمام إلى بيت جديد ما فيه إلا السجاد، تعال شوف فرحة العيال وهم يركضون في المساحات الواسعة ويلعبون مبسوطين بدون قيود من الوالدين، لأن ما في شيء أصلا ينقاط عليه. لذلك أقل ما في الأمر أن نخفف قدر الإمكان مما نخشى عليه من الأطفال، ونجعل بيوتنا أكثر بساطة ورحابة، وخلونا نوسع صدورنا أكثر للعبهم وفوضاهم. ووالله فوضى أبنائنا وضحكتهم وهم يلعبون بحرية لها حلاوة ما نعرف قيمتها إلا إذا راحوا عنا وتركونا لحالنا، مثل ما راحوا عن عمر بهاء الدين الأميري من مدينة قرنايل إلى حلب، وبقي يتأمل آثارهم وذكرياتهم وصورها أبدع تصوير في الأبيات التالية. يقول: أين الضجيج العذب والشغب، أين التدارس شابه اللعب، أين الطفولة في توقدها، أين الدمى في الأرض والكتب، أين التشاكس دون ما غرض، أين التشاكي ما له سبب، أين التباكي والتضاحك في وقت معا والحزن والطرب، أين التسابق في مجاورتي شغفا إذا أكلوا وإن شربوا، يتزاحمون على مجالستي والقرب مني حيثما انقلبوا، يتوجهون بسوق فطرتهم نحوي إذا رهبوا وإن رغبوا، فنشيدهم بابا إذا فرحوا، ووعيدهم بابا إذا غضبوا، وهتافهم بابا إذا ابتعدوا، ونجيهم بابا إذا اقتربوا. بالأمس كانوا ملء منزلنا، واليوم ويح اليوم قد ذهبوا أجل ذهبوا، ومسكنهم في القلب ما شطوا وما قربوا. إني أراهم أينما التفتت نفسي وقد سكنوا وقد وثبوا، وأحس في خلدي تلاعبهم في الدار ليس ينالهم نصب، وبريق أعينهم إذا ظفروا ودموع حرقتهم إذا غلبوا، في كل ركن منهم أثر وبكل زاوية لهم صخب، في النافذات زجاجها حطموا، في الحائط المدهون قد ثقبوا، في الباب قد كسروا مزالجه وعليه قد رسموا وقد كتبوا، في الصحن فيه بعض ما أكلوا، في علبة الحلوى التي نهبوا، في الشطر من تفاحة قضموا، في فضلة الماء التي سكبوا. إني أراهم حيثما اتجهت عيني كأسراب القطا سربوا. بالأمس في قرنايل نزلوا، واليوم قد ضمتهم حلب. دمعي الذي كتمته جلدا لما تباكوا عندما ركبوا، حتى إذا ساروا وقد نزعوا من أضلعي قلبا بهم يجب، ألفيتني كالطفل عاطفة فإذا به كالغيث ينسكب. قد يعجب العذال من رجل يبكي ولو لم أبك فالعجب، هيهات ما كل البكاء خور، إني وبي عزم الرجال أبو. في الصف الثاني ثانوي طلب منا مدرس اللغة العربية، وكان مدرس سوري مغترب، طلب موضوع عن علاقة الآباء بالأبناء أو شيء مثل هذا. في الحصة التالية جدوري فألقيت موضوعي، وكنت قد ختمت بهذه القصيدة، ويبدو أن هذه القصيدة أثارت في نفسه ما أثارت، فما انتهيت إلا وقد كان يمسح دمعة هربت من عينه، فاستغربنا دمعته على شدة الأستاذ وهيبته. لكن سبحان الله، كل إنسان مهما كان يضعف ما بين ضحكة ودمعة من واحد من عيالي يتذكر. عيالكم ما بعد يروحون عنكم، استمتعوا معهم، شاركوهم فيما يحبون، وحنشوفهم بالمقابل يشاركون فيما تحبون من ترتيب البيت والاستعداد لاستقبال الضيوف. إلى هنا نكون انتهينا من الفقرة الرابعة، اللعب ثم اللعب ثم اللعب، ونبدأ معا في الفقرة الخامسة، وهي لماذا لا نسيطر على أبنائنا دائما.
عناوينها الفرعية هي أبناؤنا والضيوف، أساليب خاطئة في السيطرة، وهي 1 أسلوب يا ويلك، 2 طيعني غصب، 3 الأب الراشي والابن المرتشي، 4 أوعدك، 5 ما أحبك، 6 الكلمة المتوارثة بذرة الرياء عيب، 7 الغضب والانفعال، ثم نذكر بعد ذلك العلاج بمشيئة الله. ليش نشعر أحيانا أن أساليبنا في التربية تحت الامتحان؟ يعني لما يتعامل ضيف مع أحد أبنائنا ليش نكون قلقين، نخاف الولد يفشلنا أو ما يتصرف صح، والولد وقتها يشعر بأنه محاصر بنظرات الضيف من جهة، وبنظراتنا اللي يسددها مشحونة برغباتنا أنه يسلم على الضيف ويحب راسه ويبتسم في وجهه، والولد يقول في خاطره شبيه أبوي يطالعني كذا ما سويت له شيء. بعض الآباء يعلم ابن الأدب بطريقة خطأ، مثلا لما ينسى الطفل يقول شكرا، تجد الأب يقول له قل شكرا قل شكرا، يحرجونها صغير اللي يصير فرجة للمجلس. بعض الأطفال الصغار مع زيادة في ضغط النظرات والأوامر والإحراج يبكي، ذيك الساعة يهدونه، لكن وين بيفلت؟ مع كل ضيف يتكرر نفس الشيء. تخيل يا أختي الفاضلة لو كنت في مجلس كبير وقدمت لك واحدة ما تعرفينها عصير، نسيت تقولين شكرا، شوي اللي نطت واحدة تقول لك بصوت عالي قولي لها شكرا، شعورك؟ لا شك قلة ذوق من هذه المرأة. كذلك احنا ما يصح نعلم أولادنا الذوق بقلة ذوق، وإنما يعلم الابن مسبقا وليس أثناء مجيء الضيوف أو قبلها مباشرة. كذلك حينما يرى الابن والديه ينتهجان السلوك الصحيح يقلدهم تدريجيا إن شاء الله. إخواني، يتمنى كل الآباء السيطرة على سلوك الأبناء لتوجيهه حسب رغبتهم، سواء مع الضيوف أو بشكل عام، إلى ما يظنون طبعا أنه مصلحة الطفل. في سبيل ذلك قد يستخدم الآباء أساليب غير سليمة للسيطرة، مثل التهديد أو أسلوب يا ويلك، مثل قولنا للطفل الصغير سو كذا مرة ثانية وأوريك. تهديد يا إخواني ما هو إلا تحدي لاستقلال الطفل الذاتي، فإذا كان عنده أي احترام ذاتي لنفسه لابد أن يخالف مرة ثانية ليظهر لنفسه وللآخرين أنه ليس جبان. ولذلك إذا قلنا له سو كذا مرة ثانية وأوريك، هالعبارة تعبيه من جديد كأنه ما يسمع إلا سو كذا مرة ثانية. مثل سالفة عبد الكريم. عبد الكريم عمره 9 سنوات، مسك البندقية البلاستيك صوبها على أخوه عمره 1 سنة، قالت له أمه عبد الكريم يا ويلك نعورت أخوك الصغير، صوب على الجدار. يتغافلها عبد الكريم ويرجع يصوب على أخوه مرة ثانية ويطلق عليه من البندقية اللعب، فيبكي الولد وتنزعج الأم أكثر، لكنها تصرفت بحكمة هالمرة لما سحبته بهدوء من يده وجلسته في حضنها ولمته وحبت راسه وقالت له يا ولدي الناس مش هدف عشان تصوب عليهم من بندقيتك إلا إذا صرت مجاهد تقتل الكفار. أنت ما تبي تدخل الجنة؟ قال إلا أبي. قالت وما تبيني أنا وأبوك ندخل معك الجنة؟ قال إلا. قالت خلاص إن شاء الله إذا كبرت تصير مجاهد في سبيل الله. لاحظوا كيف وجهت ابنها بدون ما تثير للعناد بتحدي استقلاليته، وجهته إلى مفاهيم إسلامية عظيمة وغرستها في نفسه. حوار جميل سيطرت فيه الأم على الموقف سيطرة رائعة وجعلتها مناسبة للتربية الجهادية، وهذا هو المطلوب. الأسلوب الثاني من أساليب السيطرة الخاطئة أسلوب طيعني غصب. عندما يقول الأب مثلا أنا أبوك ولازم تسمع الكلام، كأن الأب يقول أنا ما أقدر أقنعك ولا عندي إلا القوة عشان أمشي رأيي. أتمنى هالأب يتخيل نفسه وهو يسمع مديره في العمل يقول له أمام الموظفين أنا مديرك ولازم تسوي اللي أقولك عليه. كيف بيكون رد الفعل؟ لا شك سلبي. ثالثا من الأساليب الخاطئة في السيطرة على الابن أسلوب الأب الراشي والابن المرتشي، كقول أحد الوالدين لابنه إذا حفظت جدول الضرب بعطيك كذا وكذا. معناها إحنا مش متأكدين أنك تقدر تحفظ، ويعني يحتاج أن احنا نغريك أو نرشيك. البديل المناسب أن نعترف له أن في جدول الضرب صعوبة ونؤكد على ثقتنا في قدرته على حفظه، كأن تقول الأم مثلا الله يعينك أنا عارفة أن جدول الضرب صعب وما هو سهل، وفي نفس الوقت متأكدة أنك تقدر تحفظه، ولا مانع من مكافأته بحافز جيد إذا حفظ، ولكن بدون وعد والتزام مسبق. من صور أسلوب الأب الراشي والابن المرتشي أن يقول أحد الوالدين لابنهم إذا ما ضربت إخوانك بعطيك كذا. من ناحية إحنا كأننا نقول لا نتوقع أنك تضرب إخوانك، هذا يخليه يستمر لأننا رسمنا له صورته عن نفسه. من ناحية أخرى يبدأ الولد، وهذه مشكلة ثانية، يبدأ يبتز أهله فيتعمد المخالفة حتى يحصل على ما يريد بطريقة الرشوة. الأسلوب الرابع من أساليب السيطرة الخاطئة طريقة أوعدك.
يجب ألا يعطي الآباء وعود ولا يأخذون وعود من أبنائهم بقدر الإمكان، لأن علاقتنا مع أبنائنا يجب أن تبنى على الثقة، فإذا اهتزت ثقة أحد الطرفين بالآخر أصبحت الوعود والمواثيق ضرورية، مثل نبي الله يعقوب على نبينا وعليه السلام عندما فقد الثقة بأبنائه قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فطلب تأكيد أقوالهم بالأيمان المغلظة والمواثيق. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وهذا تأكيد آخر. لما يصير لازم على الأب أو الأم أن يعد ليؤكد أنه ينوي فعلا ما قال، هو بذلك ترى يعترف أن كلامه غير الموعود به غير جدير بالثقة، يعني إذا ما وعدكم لا صدقوا. ثم إذا وعد الأب ابنه ولم يتيسر ذلك لظرف خارج عن الإرادة، يشعر الأطفال بأننا ضحكنا عليهم، يقتنعون بأن آبائهم ليسوا محل ثقة، والشكوى عاد ما تتوقف، بس أنت قلت ذيك المرة، بس أنت وعدتنا، بس أنت قلت ذيك المرة، ويجلس يكررها بطريقة تخلي الأب يندم أنه وعد ولا يعرف يرد رد مقنع، ويصبح شكله ضعيف أمام أبنائه. خامسا، من أسوأ أساليب السيطرة على الأبناء الصغار وأخطرها أثر على نفسية الطفل أسلوب التلاعب في الثوابت النفسية لدى الطفل. كان تقول الأم لابنها إذا أخطأ ما أحبك صد عنه، أو تجمع هذا الأسلوب السيء مع أسلوب التهديد، فتقول له وهي تهدده ترى إذا سويت كذا ما أحبك. هذا أسلوب سيء للغاية، لأن الأساس الذي يقف عليه الطفل ويستمد منه قوة وثقة في نفسه وطمأنينته هو حب أمه له، فإذا هدد بهذا الحب ينشأ ضعيف غير واثق في حب أحد له، متعطش دائما لمزيد من الطمأنينة لحب الآخرين له. وللأسف الشديد هذا القلق وعدم الطمأنينة والحاجة للحب تخزن في العقل الباطن، ولا يمسحها سرعة تبديل الأم لموقفها بابتسامة حنونة بعد استسلام طفلها لهذا التهديد الغريب، أبدا ما يمسحها. ثم أن الأم عليها أن تصدق حتى مع الطفل، فإن هذه الكلمة كذب، هي في الحقيقة ستظل تحبه وإن فعل ما لا تريد، وإنما هي لا تحب الفعل بذاته وليس صاحبه، ولا يستهان بالكذب مع الصغير. أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لصبي تعالى هاك أعطك ولم يعطه كتبت كذبة. وللأسف مثل هذه الأم تهدي الأمة أجيال ضعيفة من الداخل بسوء استغلالها لعاطفة ابنها وحاجة لحبها. الأسلوب السادس من أساليب السيطرة الخاطئة كلمة عيب. ولا عسى الولد يسوي شيء إلا عيب. يقول الدكتور عبد الكريم بكار في شريط هكذا تكون الأمهات كلمة عيب تنمي عند الابن الشعور بالرقابة الاجتماعية، فيفهم أنه من الخطأ أن يراك أحد تفعل هذا الأمر، وهذا يعني لا مشكلة لو لم يرك أحد. انتهى كلامه. يعني تربية يومية على الرياء، وهذا سيء جدا. البديل الصحيح تنمية الشعور بمراقبة الله بدلا عن مراقبة الناس له. وتذكرون صاحبة الرسالة التي ذكرناها في بداية اللقاء، وكيف قال ابنها أنها تجلس معه دائما في الصباح إذا خلى المكان وتنصحه وتذكر بأن إن لم يكن يرى الله فإن الله يرى، وتوصي بالإخلاص وصدق النية، تغرس في ابنها بذلك سر الصلاح في الدنيا وسر الفلاح في الآخرة بإذن الله. هذا ما نريد تماما، تنمية الرقابة الذاتية في نفس الطفل بتنمية شعوره بمراقبة الله له. الأسلوب السابع من أساليب السيطرة الخاطئة أسلوب الغضب والزعل. يقول الدكتور قتيبة الجلبي في كتابه القيم 100 سؤال في مشاكل الأطفال إن استعمال الغضب والزعل كوسيلة للسيطرة على تصرفات الطفل الخاطئة هي من أكبر وأكثر الأخطاء التربوية شيوعا. فترى الأم تظل طول النهار عابسة الوجه غاضبة على طفلها تصرخ به بين الحين والحين، وكأن هذا الزعل وإظهار الغضب هو بالذات وسيلة للسيطرة على الطفل وتعليم الانضباط. ولو أن شرطيا لا يستعمل أي من سلطاته ويكتفي فقط بإظهار العبوس في وجه المخالفين والصراخ هنا وهناك، هل تعتقد أن هناك من سيطيع؟ أبدا. ليس الخطأ إظهار زعل الوالدين أحيانا حتى يعرف المشاعر التي يسببها، ولكن إظهار الغضب دائما هو الخطأ. انتهى كلام. والأهم أن في ذلك استنزاف لأعصاب الوالدين وإرهاق لنفسيتهم وإضعاف تدريجي لقيمة غضبهم في أعين صغارهم. ذكرنا الآن عدد من أساليب السيطرة الخاطئة على الأبناء، فما هي الطرق السليمة للسيطرة عليهم؟ أقوى أسلوب هو تنمية مراقبة الله وحده في نفس الطفل وربطه بخالقه دائما. بعد ذلك تأتي الأساليب التربوية المساعدة، وهي من الخصام إلى الوئام، من الحرب إلى السلام. الوالدين يعيشون مع أبنائهم فيما يشبه حالة حرب،
على الواجبات المدرسية، على وجبات الطعام، على الحفاظ على أثاث البيت، على الشجار بين الإخوان بعضهم البعض، وهكذا. والحقيقة الأطفال لديهم طاقة ووقت لمقاومة ضغط الوالدين أكثر مما لدى الآباء بكثير، ولا يمكن كسب هذا الصراع إلا إذا كسبنا الأطفال أنفسهم. والسؤال هنا: هل يمكن فعلا أن نكسب الأطفال، أم أن هذه العبارة مثالية؟ الجواب نعم، يمكن أن نكسب أبنائنا من خلال بعض التعديلات على طريقتنا معهم. ستكون متعبة في البداية فقط، ثم ستكون متعة بحد ذاتها. أولا الاستماع بحساسية. الأب أو الأم الذي يستمع باهتمام لابنه ينقل المعنى التالي: أنت أفكارك قيمة، أنت محترم وتستحق اهتمامي. وهذا يعطيه رضا وهدوء داخلي وثقة جيدة في نفسه وفي محبة أهله وتقديرهم له. حب الاستماع من الابن يشعره بقبولنا له على طبيعته، واحترامنا لشخصيته، وتفهمنا لحاجاته. وهذه من أهم الحاجات الأساسية: تفهم، الاحترام، القبول. الخطوة الثانية في السيطرة على الأبناء الامتناع عن إلقاء القنابل والمتفجرات عليه. كيف؟ أي الامتناع عن الإهانات: يا قليل الأدب، يا قليل الحياة، ايش فيك ما تفهم؟ سد فمك بس، خلاص ولا كلمة، فشلتنا وانت ماشي. لا يمكن أن نتوقع من الطفل أن يتعلم احترام نفسه والآخرين إذا كان والداه يهينانا دائما. 2 التنبؤات والتوقعات السلبية، مثل أنت آخرتك راسب السنة. 3 التهديد: إذا ما سمعت الكلام بنخليك بالبيت ونروح عنك، أو خلك تضايق أختك، أو أوريك شغلك. 4 الاتهامات: أكيد أنت اللي صيحت أخوك، أكيد أنت اللي كسرت اللمبة، أكيد أنت اللي ضيعت المفتاح. 5 الدعاء عليه. نحذر من الدعاء على الولد، مثل الله ياخذك أو الله يعلك، تفلت أحيانا، وهذه خطيرة جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. ذكرنا الآن خطوتين للسيطرة على الأبناء: الأولى الاستماع بحساسية وتفهم، الثانية الامتناع عن إلقاء القنابل والمتفجرات عليه. أما الثالثة فهي ذكر الوالدين مشاعرهم وأفكارهم بدون هجوم. يحرص الأبوين على ذكر مشاعرهم وأفكارهم بدون هجوم على شخصية طفلهم وكرامته، كما يحرصون على إبداء رأيهم، سواء مدح أو ذم للسلوك نفسه وليس الطفل، وهذا مهم جدا. هذه العناصر الثلاثة السابقة، وهي الاستماع، الامتناع عن إلقاء القنابل عليه، وذكر مشاعر الوالدين بدون هجوم على شخصيته، هذه العناصر تخلق جو ودي يشد الطفل أكثر إلى والديه بسبب مواقفهم العادلة ومراعاتهم لمشاعره وظروفه ولباقتهم معه. هذا كله يجعلهم يكسبون الطفل تماما ويملكون أقوى وسيلة للسيطرة عليه. العقاب وسيلة مساعدة في السيطرة. حديثنا عن العقاب هو العنصر السادس من هذا اللقاء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعليق الصوت في البيت، وكأن إشعار للأبناء بإمكانية العقوبة. إنما يجب أن نضبط انفعالاتنا عند العقوبة، ثم نحسن اختيار العقوبة المناسبة. ومن أنواعها المعتادة الحرمان من شيء محبوب، أو إظهار عدم استحسان السلوك. ومن العقوبات أن يترك الطفل يتحمل نتائج عمله بعد تنبيهه سلفا، مثل مشكلة التأخر في الاستيقاظ من النوم، نبهيه مسبقا ثم نتركيه يتحمل العقوبة في المدرسة. هناك نوع مفيد جدا من العقاب لا يستخدم كثير من الآباء، وهو الحجز المؤقت في مكان مفتوح، كأن يطلب من الولد الجلوس على كرسي محدد في جانب الغرفة، أو أن يقف في ركن من الغرفة بعض الوقت في مساحة صغيرة تشعر أن هذه عقوبة. توضع ساعة منبهة مضبوطة على مدة انتهاء العقوبة، وهي دقيقة لكل سنة من عمره تقريبا. يطلب من الطفل التنفيذ بهدوء وحزم، وإذا رفض يؤخذ بيده إلى هناك مع بيان سبب العقوبة باختصار، ولا يتحدث مع الطفل أثناءها أو ينظر إليه. وإذا انتهت العقوبة يطلب من الطفل المعاقب أن يشرح أسباب العقوبة. تطبق هذه العقوبة على جميع الأبناء من عمر 2 حتى 12. إذا كرر الهرب من مكان العقوبة يتحمل عندها الحجز في غرفة تغلق عليه، مع مراعاة أن الحجز في غرفة لا يستخدم إلا بقدر الضرورة الملحة ولفترة محدودة، والأصل الحجز في زاوية أو على كرسي في غرفة مفتوحة. ومن طرق العقاب الشائعة الضرب، فأما الضرب الخفيف المنضبط عند الحاجة فنعم، وأما عدا ذلك فهو يضر أكثر مما ينفع. على أي حال يستخدم الضرب كورقة أخيرة، يجب على الأب الحذر من التعامل معها، لأن لو استخدمها ولم تجدي فماذا سيفعل؟
ستسقط هيبته وهيبة عقوباته لا شك، وسيستهين الأبناء به مهما اشتد ولو في قرارة أنفسهم. ومما يجب مراعاته عند الضرب تجنب الوجه، وألا يضرب الأب وهو غضبان، وهذا مهم جدا. وليكن الأب قدوة لأبنائه في كيفية تعامله مع غضبه، بالاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضوء واستعاذة وتغيير وضعيته جلوسا أو قياما أو اضطجاعا. يا أخواني، هذا ما هو كلام مثالي أبدا، هذا ما يجب أن نعمل فعلا في غضبنا وما يراه الأبناء منه. من الأخطاء الشائعة في الضرب أن تهدد الأم ابنها بأن أباه سيعاقب عندما يعود إلى البيت، وهذا مما يجعل الأب شرطي مهمة العقاب لا صديق حميم. بل إن الوالد قد يشعر بالحرج من أن يعاقب على شيء لم يشهده، وإذا كان الأب متعب قد يترك الولد دون عقاب فنكون هددنا ولم ننفذ. عموما الضرب كما ترون له ضوابط ومحاذير كثيرة، وطالما هناك وسائل إيجابية فعالة وأقواها لا شك مراقبة الله في نفسه، وأيضا وجود أساليب أخرى مساعدة، لذلك يحسن ترك هذا الأسلوب بقدر الإمكان. لا تسمحي مسبقا لأي تصرفات من أبنائك أن تستفزك إلى درجة الضرب حتى لو كانت مشاجرات مزعجة ومقلقة. أتوقع أن تتغير نظرة الآباء والأمهات للشجارات، وتتغير طريقة تعاملهم معها بعد استماعهم بمشيئة الله للعنصر التالي من عناصر المحاضرة، وهو بعنوان دعونا نتشاجر من فضلكم. المشاجرات رغم إزعاجها وقلق الوالدين منها ومن تأثيرها على شخصيات عيالهم وعلاقتهم في بعض، تظل هذه المشاجرات أمر طبيعي وفطري مفيد لهم، يجربون من خلال مشاعرهم ومشاعر الآخرين من خيبة الأمل واختلاف وغضب وانزعاج، متى يغضبون متى يغضب الآخرون. يتعلمون من مشاجراتهم كيف يدافعون عن أنفسهم وحقوقهم، وهذا مهم، بل كيف يدافعون عن بعضهم بعض، كما يكتشفون خلالها طرق حل هذه الخلافات. هذه الأشياء اللي أذكرها الآن هي الأقرب لحياتهم القادمة، بل قد تستغرب لو قلت لك أنها تقوي العلاقة بينهم فقط لو أعطيناهم فرصة الخلاف وفرصة حل الخلاف. دورنا المراقبة الهادئة من بعيد، هذه حياتهم وهذه علاقتهم، فيها حلو وفيها مر. أنت شخصيا أيتها الأم علاقتك مع زوجك فيها حلو وفيها مر، وفي نفس الوقت ترفضين تدخل أي إنسان في كل مشكلة أو خلاف عادي بينك وبين زوجك حتى لو كان هذا المتدخل أقرب الناس لك. كذلك الوالدين ينبغي ألا يتدخلا في خلافات الأبناء إلا عند توقع أضرار حقيقية، نزف أو كسر، هذا نادر جدا. أما غير ذلك من الشجارات المعتادة وإن رافقها صراخ عالي أو بكاء فعليك بالتالي الاحتفاظ بهدوءك الكامل، فإذا أزعجك الصراخ أغلق الباب عليهم أو اطلب منهم أن يختاروا مكان آخر ليحلوا مشاكلهم فيه لأن أصواتهم تزعج، ولا تتدخلي نهائيا. فإن بدأوا بالشكوى أو عرض خلافهم فاستمعي قليلا لكل منهم باهتمام، ثم قولي أنتم تعرفون أني أقدر أحل هذه المشكلة وأنا أعرف أنكم تقدرون تحلونها تتجاوزون عنها، لذلك ما راح أتدخل، أنتم إخوان ولا عليكم. قولي هالكلام حتى للصغار. على فكرة معظم الخلافات وبالذات بين الصغار تكون للفت انتباه الكبار، وحتى مع من هم أكبر قليلا، ليعرف كل منهم من سيختار والده أو تختار أمه أن تكون في صفه. ولذلك لا تتدخل إلا إذا استمر الخصام أكثر من 3 أيام، خلهم يكتشفون حلول لأنفسهم. أنا أقدر أن في داخل الأم وداخل الأب غريزة فطرية لدفع الأذى عن أولادهم ورفع الظلم عنهم. احتفظ بهذه الغريزة للمواقف الحقيقية في الحياة، وتحكم بها تماما بين أبنائك أثناء مشاكلهم المعتادة. فلا تضعف أمام بكاء الطفل المهضوم إذا جاء يتحدث عما في نفسه، استمع له باهتمام كما تستمع لغيره باهتمام بدون أن تظهر موقفك من القضية أو تقترح شيء. إذا في موضوع شجارات الأبناء خففوا شوية من السلطة المركزية في البيت، أعطوا الفرصة لشخصيات عيالكم أن تنمو بشكل طبيعي. أما الآباء والأمهات اللي نجحوا من خلال سياسة القبضة الحديدية إلى تحويل بيوتهم إلى فنادق ما حدا شغل بالثاني، نقول لهم الخدمة التاريخية اللي ممكن تقدمها لعيالك ما يادي. الخدمة التاريخية هي إشاعة جو العدالة وإشاعة جو المحبة، وهما العلاج العميق للأسرة. إشاعة جو العدالة وإشاعة جو المحبة هما العنصران 8 و9 من هذا اللقاء. أما العنصر 8 فهو بعنوان هل يشعر أبناؤك بالعدالة؟ وحيكون الحديث فيه حول 3 أركان رئيسية للعدالة بين الأبناء، وهي المساواة، عدم المقارنة، سن القوانين والأعراف الأسرية. أولا المساواة، وأقصد بها المساواة دقيقة وبالذات على وجبة الطعام لأنها مكان الاجتماع. مساواة فيما يخص الطعام، مساواة في توزيع الكلام، مساواة في توزيع الانتباه والاهتمام، مساواة في توزيع الضحك والابتسام، مساواة في توزيع النظرات، توزيع المزح والمداعبات، كل هذا طبعا بقدر الإمكان.
يحرص الأب أن ينمي عدالة في هذا الجانب. كذلك المساواة في الهدايا والأعطيات، ومساواة في اتخاذ القرارات، لذا يجب استشارة الجميع بدون استثناء وأخذ القرارات بالأغلبية فيما يخصهم من نزهة أو غير ذلك. أيضا هناك جانب مهم جدا وهو المساواة في الاستماع والإصغاء. تعرفون يا أخوان الأبناء يتفاوتون في الجرأة والخجل وجاذبية الحديث، وليس كل منهم يبادر بالحديث يستأثر بأذن والديه واهتمامهم. منهم من تزيد متعة الاستماع إليه ومنهم من تقل. لضبط هذا الجانب الصعب وتلبية حاجة الأبناء إلى الاستماع إليهم والاهتمام بهم والتعبير عن أفكارهم، لتلبية كل ذلك بمساواة بين الأبناء، يحسن تخصيص وقت للأحاديث الخاصة لكل ابن، ربع ساعة أقل أكثر، بين فترة وأخرى، كل 3 أيام، كل نهاية أسبوع. كل ما زادت مدة اللقاء الخاص وتقاربت أيامه كل ما كان ذلك أفضل. ويمكن أن تحتوي هذه الربع ساعة على أي أحاديث عادية أو أسرار من الطرفين أو لعبة أو مشكلة عند أحدهم، ولا يستثنى من هذه الطريقة الصغار. هذه الطريقة في الاستماع على جانب كبير من الأهمية. من الضروري أن يشعر الأبناء بأن هناك وقت مخصص لكل منهم، تحترم خصوصيته، فترفض فيه أي تدخلات ويعتذر عن أي مقاطعات. بعض الناس حتى التليفون ما يرد عليه. عندما تبدأ أيها الأب وتبدأين أيتها الأم بتنفيذ هذه الفكرة وتحرصين عليها، ستجدون الثمار واضحة على نفسية أبنائكم وعلى علاقتكم بهم وفهمكم لهم، وستقل الخلافات والمشاجرات اللي تستجدي اهتمامكم. حتى ثرثرة الأبناء وكثرة كلامهم للفت النظر وجلب الاهتمام ستقل أيضا، وتستمتعون بالنظر إلى ثقة أبنائكم بأنفسهم تنمو وتقوى بإذن الله. وهناك المساواة في المشاركة باللعب، والمساواة في كلمات المحبة: يا حبيبي، يا عمري، يا حياتي، يا روحي. المساواة في حركات المحبة كالضم والتقبيل والتربيت على الكتف وملاعبة الشعر. بعد أن ذكرنا المساواة نأتي للركن الثاني من أركان إشاعة جو العدالة في المنزل، وهو عدم المقارنة. يقول الدكتور قتيبة الجلبي: المقارنة هي بؤرة وخلاصة المشكلة التي يدور حولها التنافس الأخوي. فالإخوة فيما بينهم في حالة مقارنة مستمرة، كل ما يملكه أحدهم من صفات عقلية أو عضلية حركية أو شكلية كلها تقارن بنفس المقادير منها عند أخيه أو أخته. وهنا يبدأ دور الوالدين. أهم ما يمكن عمله هو الحرص التام على عدم وضع أي مقارنة بين الأبناء. انتهى كلامه. إذن أهم 3 مناطق خطر يجب عدم الاقتراب منها هي المقارنة في الذكاء والقدرات العقلية. من صورها: شوفوا أخوكم فلان كله يجيب ممتاز، تتبرمج فورا على النحو التالي: أمي تظن أن أخونا فلان ذكي وإحنا أي كلام. 2 المقارنة في القوة العضلية والمهارة الحركية بين الأولاد، مثل: لا تتخانقون مع فلان هو أقوى منكم، أو محادثة البدين أو السمين بالنصيحة التالية: ليش ما تلعب رياضة وتخفف وزنك عشان تصير مثل أخوك فلان. 3 المقارنة في الجمال بين البنات، ومن صورها مجرد الثناء على جمال فتاة بحضور أخت لها، ما يدور في ذهن أختها كالتالي: بما أنهم مدحوا شكل أختي إذن شكلي أنا فرام. الجوانب ال3 كلها تمس شعوره بقبول الآخرين له ولعيوبه، وبالتالي قبوله لنفسه، مع التنبيه إلى أن مشكلة المقارنة لن تنتهي حتى بعد ما تعملون هذا كله، لأن الأبناء يقارنون أنفسهم بأخوانهم، كما أن مقارنات الأقارب والمعارف وملاحظاتهم العبقرية حول العيال مستمرة. لكن المشكلة ستخف كثير، إذ أن الابن يمكن أن يتقبل نفسه بنقائصه إذا تقبل الآخرون، وأهمهم والدين، وأشبع حاجة الأساسية في القبول والتفهم والاحترام، وهذا ما نشعره به بهذه الإجراءات. إذن لإشاعة جو العدالة نشعر أبنائنا بالمساواة العملية وعدم المقارنة، وأيضا وهو الركن الثالث سن القوانين والأعراف المنزلية. يسن الوالدان في البيت مجموعة من القوانين والأعراف، ثم يتم عرضها على الأولاد لأخذ آرائهم مناقشتها في جو عائلي مرح، والاتفاق معهم على العقوبات المقررة على المخالفات الكبيرة. ولا مانع من تعليقها في لوحة أخبار البيت كما سيأتي بيان هذه اللوحة بعد قليل، وتعليقها للتذكير، فلا يخالف الأبناء الاتفاق ولا يتجاوز الآباء حد العقاب عند المخالفة. ومن الأعراف التي أقترح إعلانها بوضوح: أولا، لكل ابن حدود تعتبر ملكه الطبيعي، ولا يحق لإخوة أن يتعدوا على هذه المنطقة بدون رضاه. فغرفة الطفل مثلا تعتبر حدوده الشخصية، ويعلم الجميع الآداب الشرعية للاستئذان بالتقيد بها عند دخول الغرف الآخرين. وإن كانوا أكثر من طفل في غرفة واحدة توضع خطوط وهمية فيما بينهم لتكون لكل واحد منهم منطقة الخاصة.
ثانيا، يتولى الأبناء حل خلافاتهم بأنفسهم ويمنع إزعاج الوالدين بها مهما كانت الأسباب. ثالثا، يلتزم الجميع بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3. رابعا، لا يجوز قطع السلام بين الإخوة المتخاصمين مهما كان خلافهم. 5، يحق للوالدين مكافأة أسبق الأبناء إلى حل خصومات مع إخوانه. 6، لا يحق لأي فرد من أفراد الأسرة سواء من الآباء أو الأبناء التخلف عن وجبة الغداء بدون عذر تقبله الأغلبية. كل هذه أعراف منزلية مقترحة. كان هذا لإشاعة جو العدالة من خلال المساواة وعدم المقارنة وسن القوانين. أما العنصر التاسع والأخير فهو كيف تضاعف أيها الأب وأيتها الأم محبة أبنائك لبعضهم البعض. أولا، التهادي المستمر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. اشتراك الأم مثلا مع الأبناء لشراء هدية للأب، والعكس، الاشتراك مع الأبناء لشراء هدية لأحدهم، اشتراك مالي أو اشتراك ذهني في اختيار الهدية التي سيفاجأ بها هذا الأخ. يقول الأب مثلا: تعالوا يا أولاد، نبي نسوي مؤامرة على أخوكم فلان، أخوكم له شهر كامل ما تأخر عن صلاة الفجر، إيش رأيكم؟ إيش الهدية اللي نفرح فيها؟ طيب من يغلفها؟ نكتب معها رسالة ولا لا؟ إيش رأيكم من يكتبها؟ متى نقدمها؟ وين نحطها؟ يحاول الأب أن يشرك الجميع. ملاحظة يسيرة: الأبناء يحبون ألفاظ مثل المؤامرة وعصابة وخطة وموعد تنفيذ الجريمة، والضحية في المثال السابق هو الشخص المهدى إليه، وليس في هذه الكلمات أي خطورة إن شاء الله. ثانيا، تعليق لوحة تسمى لوحة أخبار البيت أو أي تسمية أخرى، تقسم إلى مساحات متساوية، لكل ابن مساحة خاصة يكتب فيها ما يشاء على ورقة ويثبتها في مساحته. ويمكن أيضا أن يكتب فيها الوالدان أسئلة مسابقة أو كلمات شكر على سلوك يرغبان في تثبيته في المنزل. ولا أرى إدخال الأمور المدرسية فيها تجنبا لإثارة المقارنات في نفوس الأبناء، إلا أن يضع أحدهم شيئا من ذلك في زاويته بنفسه فهذا شأنه. ستكون هذه الصحيفة مصدر متعة غير طبيعية، وخصوصا حينما تحوي أخبار الصغار وطرائفهم ورسائل الكبار المتبادلة في شجاراتهم ومشاكلهم. ويكفي لإحيائها وتحريك الجميع لملء مساحاتهم وتجديدها باستمرار أن يشاهد الأب والأم ما فيها يوميا ويتابعان جديدها ويسألان عنه ويقرأان تقارير أبنائهم عن أنفسهم، فتكشف للأبناء وللوالدين الكثير من جوانب شخصياتهم، وتخفف من الانفعالات بالتعبير عنها، وتنمي المهارات الكتابية، وتدرب الجميع على القراءة بطريقة مسلية، وتعطي فرصة للكثير من الإبداعات بالظهور مثل الخط والرسم والشعر وغيرها. ستكون هذه اللوحة بإذن الله وسيلة فهم للآخرين تقوي الروابط الأسرية وتساعد على الثقة والتعبير عن النفس. لا نزال في العنصر التاسع والأخير، وهو كيف تضاعف محبة أبنائك لبعضهم البعض. ذكرنا الهدايا ولوحة أخبار البيت. هناك أيضا تعويد الأبناء على الاعتذار فيما بينهم، ولا يكون ذلك بالتوجيه المباشر مثل قولنا اعتذر من أخوك، بل لا بد من التدريب العملي على الاعتذار، فيبدأ الوالدان بنفسيهما فيعتذران لبعضهما إن أخطأ أحدهما على صاحبه فيما يمكن إطلاع الأبناء عليه، ويعتذرا من أبنائهما إن أخطأ أحدهم على أبناء، ويعتذرا من أبنائهما إن أخطأ أحدهما على أبناء. نعم أيها الإخوة، فالحق لا يعرف كبير. هذه هي الطريقة المنطقية لإكساب أبنائنا هذا السلوك الحميد، وهو أن نبدأ بأنفسنا فنربيها على ما نتمناه في أبنائنا. ذكرنا من أساليب زيادة المحبة بين أفراد البيت التهادي، لوحة أخبار البيت، الاعتذار. هناك طريقة رابعة لزيادة المحبة بين الإخوة، وهي لعبة أنا أعرف أسرتي. يجمع الأبناء ثم يطلب منهم أن يكتب كل واحد ميزات وإيجابيات إخوانه جميعا بدون ذكر سلبيات، ويمكن مساعدة الصغار في الكتابة. يتم إعداد نموذج جميل وخاص بهذه اللعبة، تقسم فيه الورقة إلى حقول، وكل حقل يكتب في أعلاه اسم أحد الأبناء بخط جميل، ويعطى الأبناء فرصة كافية للتفكير جيدا لكتابة الميزات والإيجابيات واستحضار المواقف التي تشهد لهذه الصفة. تعلق الإجابات في صحيفة أخبار البيت، ثم يحتفظ بها جميعا في ملف خاص. فوائد هذه اللعبة كثيرة جدا، وآثارها أعمق مما تتخيلون، سواء في تنمية السلوكيات الطيبة وتثبيتها، أو في انتباه الابن لميزات إخوانه ومعرفة بنفسه من خلال آراء الآخرين فيه، كما تزيد معرفتكم أنتم بأبنائكم وبالجوانب اللي يهتمون بها في الآخرين. هذه اللعبة تزيد الألفة والمحبة، بل حتى في الشجارات حينما تعلقون ما كتب كل واحد من المتخاصمين عن أخيه من الحسنات والميزات،
فتصفو النفوس وتهدأ بسرعة، كما تساعد على شيوع النظرة الإيجابية بينهم ومتابعتهم لتحسين طباعهم. تحتاجها الأسرة على فترات متباعدة نسبيا، ويعلن غرضها وهو معرفة الإيجابيات الجديدة التي اكتشفها الأبناء في إخوانهم، أو التي تطبعوا بها حديثا، أو التي حافظوا عليها. أيضا هذه اللعبة ستشعر كل ابن بإشباع حاجات الرئيسية: التفهم والاحترام والقبول، بتفهم الآخرين له واحترامهم لميزاته وقبولهم لشخصيته. أيها السادة المستمعون، انتهينا الآن من آخر عنصر في اللقاء بعد ما تحدثنا عن نموذج تربوي ناجح في العنصر الأول في رسالة ثم تطرقنا في العنصر الثاني لموضوع الحوار مع الأبناء، وكان الحديث في العنصر الثالث عن الكذب، أسبابه وعلاجه، ثم فصلنا في العنصر الرابع في أهمية اللعب ودور الوالدين، وتطرقنا في العنصر الخامس لمعاناة البعض من عدم السيطرة على سلوك الأبناء، أسباب الفشل وعوامل السيطرة الصحيحة، ثم تحدثنا في العنصر السادس عن العقوبات، وفي السابع كان الحديث عن فوائد المشاجرات بين الأبناء وكيف يتعامل الوالدين معها. أما العنصر الثامن والتاسع فكان علاجين لجذور المشاجرات، فأما العنصر الثامن فكان البيان فيه عن كيفية إشاعة جو العدالة بين الأبناء من خلال المساواة وعدم المقارنة وسن الأعراف المنزلية، وأما التاسع فكان عن كيفية مضاعفة محبة الأبناء لبعضهم البعض من خلال الهدايا ولوحة أخبار البيت والاعتذار ولعبة أنا أعرف أسرتي. ودار مجمل اللقاء حول الكلمات الثلاث: التفهم والاحترام والقبول. تفهمنا لحاجات الطفل، واحترامنا لاستقلاليته، وقبولنا له بعيوبه وأخطائه والعمل على تعديلها، وإشعارنا له بكل ذلك، وهذا هو المهم. إذن مرة أخرى: التفهم والاحترام والقبول. أنا على ثقة تامة أن استماعك أيها الأب واستماعك أيتها الأم لهذا الشريط ما بين فترة وأخرى وتلخيصا إن أمكن والعمل بما فيه، بالإضافة إلى شريط أساليب عملية في التعامل مع المراهقين، سيحدث نقلة حقيقية في تربية أبنائكم بإذن الله تعالى، وسيقلل كثير من تعب التربية وما ينغصها من توتر وعصبية، وتعيشون فعلا حلاوة تنشئة عيالكم وما فيها من لذة ومتعة رائعة حرمنا أنفسنا منها مدة طويلة. دعائي لكم دائما بتربية ممتعة من أجلكم ونافعة من أجل أبنائنا، ولا تنسونا من دعاكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم هذا العمل في استديو القادسية. جزا الله الأستاذ هاني بن علي العبد القادر خيرا على ما قدم، وغفر الله له ولوالديه ولمن أمن على ذلك. وفي جميع التسجيلات الإسلامية أساليب عملية في التعامل مع المراهقين. تخانق مع أخوه، شغلوا محاضرة عيب عليك. أساليب. الأب ضرب ولده وأنبه ضميره، شغلوا محاضرة أنا أحبكم عشان مصلحتك. أساليب. جدار المدرسة، شغلوا محاضرة الدراسة وشد حيلك. أساليب. ما يحتاج تلبس ملابس الشرطة وتسأل شو اسم صاحبك، من ولده، شو تسوون مع بعض، وين تروحون، شو عندكم هناك. أساليب. أسهل ما على الأب إنه يقول وينك تحوط بهالليالي، ايش فيك ما تفهم الكلام، كم مرة قلت لك لا تأخر على الساعة 9. القسى والعنف لا تجعله فنك، دايم ساعد بشوارا حكيما. مراهق. أبوي شام في ثيابي ريحة دخان وقال إني أدخن، ومن يومه هو ما يكلمني، وأنا والله العظيم ما دخنت، بس كان واحد ويانا يدخن ومسكت الريحة ثيابي. تستاهل. من قال لك تمشي مع ناس يدخنون؟ من حق أبوك يقاطعك ويطردك من البيت بعد. يا عبد الله ليش ما تصير رجال، تحافظ على الصلاة وتشوف دراستك وتبعد عن التعبانين اللي تماشيهم، اللي ما يرضوني ولا يرضون أبوك. احنا شنبي يا عبد الله، نبي مصلحتك. يا الله، هذه 10 مرة أسمع فيها نفس الكلام. أسلوب. واحدة بوحدة، تذاكر أبوسك، تجي البيت مبكر أضحك لك، ترتب غرفتك أقول لك كلمة حلوة، تجيب الأول أحضنك. مبدأ الأرض مقابل السلام هذا ما نبي. يا ولي الأمر حط البال لابنك، ابنك اللي في الحياة أكبر غنيمة، اقترب منه ودنه، دوم منك ابتعادك عن ضنا قلبك جريمة. أساليب عملية في التعامل مع المراهقين للأستاذ هاني بن علي العبد القادر، وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. آباء بلا قلوب. كل منا يدعي الرحمة، وكل يرى نفسه رحيما عطوفا، ونردد كثيرا أننا رحماء،
ولا نشعر بقسوتنا، وإلا قسوة. فما تفسير سيل السباب الذي ينصب على الأولاد عند أدنى خلاف أو مخالفة؟ ما سر العقال؟ الصوت الأسود، فمرة على رؤوسنا ومرة على ظهور أطفالنا. قسوة. ما تفسير اختباء الأم في الحمام في الدقائق الأولى من دخول الأب للبيت؟ قسوة. حبسوه في غرفة يلقون له بالطعام ويتركونه في ذلك السجن المظلم. قسوة. لكنهم بعد فترة لاحظوا أنهم لا يسمعون له صوتا. قسوة. قال: يا أستاذي، لو أخبرته لانهال علي ضربا، ربما يقتلني، ربما يؤذيني. قسوة. ما تفسيركم لحال الابن الذي يتبول على ملابسه عندما يسمع صوت أبيه من بعيد؟ قسوة. فأخذه في غضب شديد فدخل به إلى المطبخ، والولد لا يدري ما الذي يريد والده أن يفعله به، ينظر إليه نظر المغشي عليه من الموت. آباء. هل نقبل من هذا الأب أن يصف نفسه بأنه من الرحماء أو ممن يرحم أبناءه؟ آباء. أي رحمة يمكن أن نلتمسها في مثل هذا السلوك؟ أي رحمة يمكن أن يشعر بها وهو يستمع إلى صراخ ولده الصغير وهو على ذلك الموقد الساخن؟ بلا قلوب. عندما نصبح بلا قلوب فإننا نتحول إلى جلادين، وتتحول بيوتنا إلى معتقلات. بلا قلوب. آباء بلا قلوب أولئك الذين يعذبون أبناءهم. آباء بلا قلوب أولئك الذين يجلبون لأولادهم وسائل الدمار. آباء بلا قلوب أولئك الذين تركوا أولادهم مع رفقاء السوء. آباء. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ما الصورة التي رسمت لهؤلاء؟ ما الصورة التي في أذهان أبنائهم، في أذهان زوجاتهم؟ ما الصورة التي ينظر بها الناس إلى هؤلاء في الوقت الذي ينظرون إلى أنفسهم أنهم رحماء؟ بلا قلوب. القادسية تصحبكم مع آباء بلا قلوب ضمن سلسلة التربية بهدوء للأستاذ صالح الدقلة، مع تحيات تسجيلات القادسية بالدمام. هاتف رقم 83211110. وللعلم بأن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.